قد يكون الأمر غريبا عندما نشاهد ممثلين وكوميديين سعوديون يقومون بخدمة زبائن يتجاوز عددهم 200 شخص دون أن تكون تلك وظيفتهم أو حتى مصدر رزقهم، بل يقدمون الطعام من أجل الحصول على الثواب ورسم الابتسامة على وجوه أيتام جمعية إنسان الذي اجتهدت بتنظيمها فتيات سعوديات لا يتجاوزون 24 عاما. الهدف خلف هذا المشروع أنه إحنا نبغى نفعل دور المرأة السعودية في المجتمع، وإحنا كلنا طالبات أعمارنا ما تجاوز 23 24. طبعا هذا المشروع كله بإدارة مدرسة. الفكرة وسر الطبخة لهذا الاجتماع هي لبس الممثل أو الكوميدي ملابس مقدم الطعام وعرض قائمة الطعام على أطفال إنسان مع تعليمهم طريقة أكل الوجبة التي اختاروها. أتمنى مو بس المطاعم، أنا أتمنى من سيدات الأعمال ورجال الأعمال وكل من أعطاه الله وأغناه أن يدعم جمعية إنسان، ولا نترك اللعب كله على الدولة، لا، يعني يتبرعون يكفلون الأيتام، يدعمون الجمعية، عندها ملاعب، عندها نوادي، عندها موظفين، عندها سيارات نقل وشغلات كثيرة جدا، وفي أكثر من 4000 أو 5000 يتيم في هالجمعية. أطفال الأيتام جلسنا معاهم، إحنا أخذنا طلباتهم، جالسين نتعشى معاهم، أخذنا تقهوينا معاهم، سولفنا ضحكنا. جميل جدا جدا بشكل ما أوصف لك التجربة، كيف أنك جالس مع ناس يفصلك عنهم أشياء كثير، لكن معاهم أنت ربع ساعة نص ساعة وتكتشف الأشياء اللي تجمعكم. خدمة اجتماعية وبادرة جيدة من الوسط الفني لهؤلاء الأطفال، فهم أحسوا بشعور الأهل وصلة الرحم، خاصة بعدما وضحت ابتسامة السعادة على محياهم. هاني صفيان، العربية، الرياض.